خلال استقبال جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية رجال دين وشخصيات وقيادات مسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، أكد جلالته أن هذه المناسبة تجسد قيم التراحم والتسامح والمحبة بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية في الأردن. وشدد جلالته خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أن المسيحيين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، وإنجازاتهم في بناء الوطن ماثلة للجميع. وأكد جلالة الملك أن المسلمين والمسيحيين في الأردن يشكلون أسرة واحدة متكاتفة تعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره، وقال: يجب أن نعمل سويا لنحمي مستقبل أجيالنا في ظل التحديات التي نواجهها. وأكد جلالته أن استقرار الأردن وأمنه يعتمد بشكل أساس على وحدتنا الوطنية واحترام الجميع لسيادة القانون، وقال إن الأردن سيواصل دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، استنادا إلى واجبه الديني والتاريخي والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبما يحافظ على هوية مدينة القدس وعروبتها. وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، قال جلالته: إنه من المؤلم أن ننهي عاما آخر بالمزيد من إراقة دماء الأبرياء من النساء والأطفال في سوريا، مؤكدا أنه لا بد من حل هذه الأزمة، وهي الآن مسؤولية دولية في عام 2017، لافتا جلالته في هذا الصدد إلى الأوضاع في العراق وما شهدته مصر الأسبوع الماضي من تفجير إرهابي لإحدى الكنائس. بدورهم أعرب عدد من رجال الدين المسيحي في كلماتهم خلال اللقاء عن تقديرهم لجلالة الملك وحرصه على لقائهم بمناسبة الأعياد المجيدة، لافتين إلى أن الأردن يشكل نموذجا للعالم في العيش المشترك والاحترام المتبادل. وأكد غبطة بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين كيريوس ثيوفيلوس الثالث في كلمته أن نموذج العيش المشترك في الأردن جعل منه منارة مشرقة في العالم ومثالا للتسامح والتكافل الحقيقي، وقال: نفخر بأن نكون تحت وصاية جلالتكم على جميع المقدسات الدينية داخل أرضنا المقدسة الحبيبة، مسيحية كانت أم إسلامية، معربا عن شكره لجلالة الملك على مساهمته بترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة. بدوره عبر المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس نيافة المطران بيير باتيستا بيتسابالا في كلمته عن شكره للأردن على استقباله مئات الآلاف من المهجرين من سوريا والعراق وفتح أبوابه لإخوانه العرب بالرغم من إمكانياته المحدودة. وأعرب عن شكره لجلالة الملك على حرصه على الحضور المسيحي في الأردن واعتباره مكونا أساسيا من المجتمع الأردني الواحد، مثمنا جهود جلالته في ترميم كنيسة القيامة في القدس ضمن الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وعبر مطران الكنيسة القبطية في القدس والأردن نيافة المطران الدكتور الأنبا أنطونيوس عن شكره لجلالة الملك على مؤازرته لمصر وللمصريين في ظل الأحداث الإرهابية الأخيرة، مؤكدا أن هذا الموقف يدل على أصالة وعراقة الهاشميين. وقدر عاليا جهود جلالة الملك في جعل الأردن واحة أمن وأمان ونموذجا يحتذى في العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدا دعم الكنيسة لجهود جلالته المبذولة من أجل إحلال السلام في المنطقة والدفاع عن المقدسات في مدينة القدس. من جانبه أعرب رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة ورئيس الاتحاد اللوثري العالمي نيافة المطران الدكتور منيب يونان في كلمته عن شكره لجلالة الملك على استضافة مجلس الكنائس في الشرق الأوسط الذي يضم العائلات الكنسية الأربعة من أرثوذكسية وأرثوذكسية شرقية وإنجيلية وكاثوليكية، والتي أعطت للمجلس دفعة جديدة ليجمع شمله بعد انقطاع طويل وينطلق من عمان إلى جميع بلدان الشرق الأوسط بهمة جديدة متجددة ليكون صوتا وحدويا مسيحيا يدافع عن الحق ويتكلم عن العدالة ويعطي كل ذي حق حقه. عماد الرقاد، التلفزيون الأردني.